السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض هنشرح طريقة عمل الطحينة. يلا محمود. ماشي يلا معانا. اول حاجة دي طحينة. الطحينة دي تعتبر قد ايه؟ مثلا كام كوباية طحينة؟ كوباية طحينة. كوباية طحينة. طب يلا هحطها. يلا نحطها كده كلها. هتحط ايه بعديها؟ هنحط الثوم. قد ايه؟ كام فص توم عليها؟ 3 فصوص. 3 فصوص توم. وبعد كده هنحط شوية كمون، ايوه، شوية ملح، شوية ملح، نقطة خل. على فكرة الخل ده محطوط عليه زيت كمان. بالظبط. خل وزيت. نحط عليه زبادي بلدي. على فكرة في ناس بتعملها من غير زبادي، لكن انا دقتها قبل كده ان الزبادي لما تحط على الطحينة بيبقى طعمها تحفة. طعمها حلو، وفي غير كده كمان خفيفة. لا، وبتدي سمك كمان للطحينة. بتبقى زي ما انتوا شايفين كده. ايوه، لحد ما تتماسك كده زي ما انت شايفه. ايوه. وبعد كده نحط لها نقطة مية، بس ايه، مية دافية، بس ايه، حبة حبة. تمام. نزودها كمان شوية. شايفه ايه، محتاجه تاني ولا كفايه كده؟ لا تمام كده. لا كده سمكها كويس. هو ده الشكل النهائي للطحينة، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.